السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. وعذرا على هذا الانقطاع، صراحة ما كانش عندي أفكار أقولها، ويعني ما كنتش فاضي في نفس الوقت. ف يعني كده أهو. بس بما إن شباب ثانوي خلصوا ودرجاتهم طلعت، فألف مبروك للي جاب المجموع اللي هو عايزه، وألف مبروك للي ما جابش المجموع اللي هو عايزه، وألف مبروك لكل الناس يعني عامة. في سؤال مهم جدًا يخصنا إحنا بقى. لو أنت عايز تخش حاسبات، إحنا اتكلمنا عن حاسبات بشكل عام، كلية، يعني تحديدًا اللي أنا باخده أنا. طبعًا هي بتختلف من ناس لناس، بس الأغلبية واحدة، الصورة العامة واحدة. واتكلمنا إزاي تتعلم برمجة. الفيديوهين دول أهم فيديوهين أنا هانزّلهم على القناة دلوقتي وبعدين وقبل كده، دول أهم فيديوهين موجودين على القناة عامةً. الموضوع بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه، وهو هل أنت محتاج كمبيوتر في حاسبات؟ يعني ده سؤال مهم. لإن في ناس بتخش ال الكلية وهي ما عندهاش كمبيوتر، هل هي محتاجة بقى تكلّف نفسها وتجيب كمبيوتر وكده؟ السؤال ده مهم جدًا، وإجابته ببساطة آه. ليه وليه يعني فاهم، ليه وليه طيب ركّز معايا. دلوقتي إحنا عندنا أول سنة بالنسبة لي أنا يعني، أول سنة بالنسبة لي أنا، حرفيًا ممكن ما تستخدمش البتاع ده خالص، الكمبيوتر خالص. خدت فيها برمجة، خدت فيها برمجة، بس البرمجة اللي خدتها basic جدًا. وأنت مش محتاج تشوفها بتشتغل قدّامك. يعني المادة اللي خدتها كانت problem solving، والproblem solving مش اللي هو أعقد حاجة يعني. وفي نفس الوقت أنت مش محتاج تشوف، لو أنت يعني problem solve، أنت مش محتاج تشوف input وoutput. يعني دايمًا أنت محتاج تشوف المسألة طالبة منّك إيه، تcreate لها algorithm للحل، وأنت تبقى عارف إن الحل ده صح. وهتبقى عارف منين الحل ده صح من غير ما ترنّه. الحاجات اللي أنت بتاخدها في المادة غير الحاجات اللي أنت مثلًا هتحلّها على code forces وleet code والكلام ده، بتبقى حاجات basic جدًا. فبالتالي أنت عارف الoutput بتاعها والدكتور عارف الoutput بتاعها، لإن هو متلصقه، فأنت هتبقى متلصقه أنت كمان، فالدنيا يعني هتعدّي. فبمنتهى الاختصار سنة أولى مش محتاجة كمبيوتر أصلًا، ولا لابتوب ولا الكلام ده كلّه. طيب سنة تانية وتالتة والكلام ده لأ، أنت محتاج لابتوب أو كمبيوتر صرف، 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 صرف كمان. طيب لابتوب والّا كمبيوتر؟ لأ، كده لابتوب. ليه بقى لابتوب؟ لإن أنت هتحتاج اللابتوب ده كتير جدًا في الجامعة، سواء هتحتاج إن أنت تشتغل باللابتوب ده جوّه الجامعة، محتاج تشتغل مع صحابك في المشروع اللي أنتم شغالين فيه مع بعض، فلأ محتاج لابتوب. طيب محتاج الدكتور تpresent معاه المشروع، فالمشروع على اللابتوب، فمحتاجين لابتوب والله ونpresent عليه وبتاع. هتحتاج لابتوب كده. اللابتوب هتحتاج إن أنت تنزل بيه، دايمًا هيبقى في احتياج إنك تتحرّك بالشيء ده، فإيه اللي هنتحرّك بيه؟ اللابتوب. طيب ده سؤال جميل جدًا. فسنة تانية وتالتة ورابعة هتحتاج فيهم لابتوب. ممكن تحتاج لابتوب من أول يوم، طبعًا على حسب الجامعة بتاعتك بتقدّم لك إيه، وإيه المنهج اللي هي بتقدّمه، وإيه وسيلة التعليم اللي هي بتستخدمها. طيب سؤال كمان، ماك والّا ويندوز؟ كده ماك. كده ماك يعني تبًا للويندوز، تبًا للويندوز كمان مرّة. هات ماك لو معاك فلوس وربنا رزقك هات ماك، معاكش فلوس هات ماك برضه، بس اتصرّف وهات ماك، بجد الويندوز وِحِش. بس خلّيك يعني عارف إن في قيود. أنا القيود دي أنا شخصيًا مش هاحتاجها، أو مش هابقى عايز إن أنا أو مش عايز القيود دي، أنا مش هاتعرّض إليها من الآخر يعني. لكن في حاجات أنت هتيجي اللي هو لأ، أنا مش عارف الكلام ده بيتعمل إزاي، يعني فاهم؟ يعني مثلًا أنا ما أعرفش هل ينفع تنزّل virtual machine Linux عليه مثلًا، مش عارف الصراحة، ما عنديش فكرة الصراحة عن الموضوع ده خالص. فيا ريت لو حد عارف يقول لنا. ممكن نسأل أستاذ جموزي هو هيبقى عارف، بس يعني أنا شخصيًا مش عارف. بس كده في قيود. البرامج اللي أنت هتنزّلها crack هناك على الويندوز مش هتنزل كده crack على الماك. حاجات كده يعني إيه، لطائف وطرائف، بس overall كبرمجة أنت كده هتعرف تبرمج عليه وتعيش. أنت مش هتبرمج عليه بس حرفيًا، أنت ممكن يعني تطلّعه القمر عادي يعني، مش هاقول لك لأ. طيب فرضًا أنت الشخص الويندوزي اللي ما بتحبش الماك، و أو مش الشخص الويندوزي، أنت شخص gamer ومستني الفرصة اللي تنجح بيها وتقول لأبوك هات 60.000 جنيه عشان أجيب لي كمبيوتر ألعب عليه. بس أنت مش هتقول له ألعب عليه بقى، أنا هاقول له أذاكر.
هتقول له أذاكر عليه، لأن البرمجة محتاجة أدوات وإمكانيات عالية وبتاع. طيب فتح كلام كده، آآ البرمجة مش محتاجة أي إمكانيات خطيرة. أنا اللابتوب بتاعي لابتوب متوسط جدًا، i7 جيل مش عارف سادس، 16 رام. قد يكون كتير، بس Windows 11 واكل مثلًا منهم 13، أو في بعض الأحيان بياكل 18 عادي. آآ فلأ، هو مش كتير، هو مش كتير، بس بالنسبة للويندوز والوضع الحالي فهو كتير. وكارت الشاشة عندي تقريبًا مش عارف اسمه إيه أصلًا، كارت شاشة ميت كده، ما لوش هوية، ما بيشغّلش حاجة يعتبر، يعني أي حاجة ليها علاقة بالgraphics وكده. فيعني ركّز في البرمجة، ركّز على المعالج والرامات، طُز في كارت الشاشة. كارت الشاشة تستخدمه في حاجات بقى إيه، ألعاب يا بيه، فاهم أنت، editing لو أنت بتedit والحاجات أي بُص، أي حاجة هتحتاج graphics محتاجة كارت شاشة. غير كده البرمجة مش محتاجة أي يعني معالجة من كارت الشاشة. الموضوع كله processing بس، يعني موضوع basic جدًا. سواء هتخش بقى ويب، موبايل، مش عارف الحاجات اللي هي دي. لو أنت بقى داخل في سكة AI cyber security مش عارف إيه، وهتخش في مستويات عليا شوية فيهم، الحاجات دي محتاجة computing power عالية، وأنت مش هتوصل للمستوى اللي يحتاج computing power عالية جوّه الجامعة. فأنت استنى يا بيه اتخرّج واشتغل، وهات أنت اللابتوب أبو 800.000 جنيه اللي أنت عايز تجيبه، عشان تلعب عليه، واخد بالك أنت، أو عشان تذاكر عليه يعني، فاهم أنت، فباختصار يعني الموضوع محتاج لابتوب مش كمبيوتر، محتاج لابتوب على الأقل من تاني سَنة. يعني أنت اللي هو إيه، أول سَنة ممكن تمشّي نَفْسك، تاني سَنة لأ، أنت لازم، إن أنا دخلت في مشاريع تقيلة بقى من تاني سَنة، ولازم محتاجة لابتوب. وحتى لو أنت مش داخل في مشاريع، فأنت هتضطر جوّه الجامعة تتعامل مع Word، PowerPoint، Access، مش عارف إيه، تتعامل مع برامج الOffice عامةً. فبرامج الOffice محتاجة لابتوب أو كمبيوتر للأسف يعني. فبس كده، لو عايزين بقى فيديو معيّن نرشّح لابتوبات مناسبة، ده مش أنا اللي هاقولها الصراحة، هاحتاج أجيب أحد الأصدقاء يكون عنده خبرة في الحاجات دي، لإن أنا ما عنديش خبرة الصراحة خالص في hardware اللابتوبات يعني. أنا more into hardware الموبايلات. يعني لو حد عايز أرشّح له أي عِدّة، أنا فاهم، ادّيني الألو بس. بس كده، شكرًا إنك شُفت الفيديو، وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.